لو انت عايزه تعملي كيكه وانت في اسكندريه والامكانيات عندك قليله، انا عندي زي الكبه دي، جبتها لان هي طبعا شقه مصيف، وجبت الكوبايه دي، عملت مقدارين دقيق، كوبايتين دقيق، عليهم بيكنج باودر، باكو بيكنج باودر، وحطيت 4 معالق كاكاو باودر، عشان هعملها كيكه شوكولاته. تعالوا بقى نشوف الباقي. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هحطها اضربهم في الخلاط، يعني اجنسهم مع بعض قبل ما احط بقيه المقادير. يلا بينا. بصوا شكلها بعد ما ضربتها في الكبة حوالي من دقيقتين كده، يعني افصل واحط عشان خاطر الماتور. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. بصوا تجنس كلها مع بعض. تعالوا بقى نحط ايه؟ السكر. انا حطيت السكر حسب الرغبة، حطيت يعتبر كوباية سكر لان انا هعمل الصينية الكبيرة. تعالوا يلا بينا بقى نحط اللبن. انا هحط حوالي كوبايتين لبن. تعالوا بقى نحط الزيت برضو حسب الرغبة. انا جبت هنا كوبايه الا ربع زيت. يبقى كده فاضل نحط الفانيليا عشان تدي نكهه حلوه او ريحه حلوه. انا جبت ظرفين من الفانيليا وهحطهم اهو. بعد كده ايه؟ هروح اضربهم بالكبه لحد ما ايه؟ تدوب خالص وندهنهم في الصينيه. يلا بينا. اديني ضربتهم شويه بالكبه. هحط بقى حوالي 3 بيضات، ولو لقيتها محتاجه واحده كمان هحط 4. يلا بينا. انا حطيت هنا 4 بيضات. هروح اضربهم تاني في ايه؟ في الكبة. ادي شكل الصينية بعد ما عملتها. طبعا قبل ما احط البيض شلت كوباية من الصوص بتاعها عشان احطه على وشها. بعد كده ضفت البيض وضربتها. وادي شكل الصينية. طبعا انا خبطتها كذا مرة عشان تطلع الفقاعات، واديكم شايفين شكل الفقاعات. نضربها تاني عشان ايه؟ نروح بقى نفتح الفرن على 180 او 200 ونسيبه 10 دقايق يسخن، ونحط الكيكة حوالي من 20 ل 25 دقيقة. ما نفتحش عليها. بعد ال 25 دقيقة ممكن تجربيها بالشوكة او بالسكينة. المهم ايه؟ لو طلعت ما فيهاش حاجة وناشفة تبقى هي كده استوت.